بيكم في قناة كله كروشيه. النهاردة هنتعلم مع بعض طريقة عمل القاعدة البيضاوي بخيط الرافية وخطوة بخطوة. شرح سهل جدا ومناسب لأي حد لسه بيبدأ في الكروشيه، وهتشوفي ازاي القاعدة تطلع مظبوطة ومتساوية من أول مرة. يلا بينا نبدأ مع بعض. أول حاجة هقولكوا على الخامات اللي احنا هنستخدمها. هنعمل 35 سلسلة، 1 2 3 4 5، نعمل بقى 35. هنيجي نعمل بقى خلصنا عملنا اللي هي 35 سلسلة بالشكل ده. لازم تكون في نفس مقاس الفريم بالظبط من تحت كده. دي 35 سلسلة. تعالوا بقى نقطع بقى القصر بقى العادية، بس هنستخدم هو اللي هي غرزة سقط بس او غرزة حشو. هنيجي بقى نقلب اللي هي الشكل السلاسل، وهنعمل من تحت الناحية دي، الناحية دي هنعمل غرزة سقط اهي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بعد كده هحط بقى الماركر عشان نعرف البداية هتكون منين. بعد كده بقى هعمل بقى غرزة سقط في الباقي السلاسل. هعمل نفس الكلام في غرزة سقط في الباقي كلها لحد ما نيجي نوصل للنهاية، عشان هقولكم نبدأ نعمل السطر اللي هو الناحية التانية ازاي. عملنا اللي هي غرز السقط كلها في حوالي 35 سلسلة. دي البداية ودي بداية، يعني هيكونوا 33. تمام. بعد كده احنا عملناها ظبطناها بقى. نيجي بقى عشان نيجي الناحية التانية، هنعمل في النهاية هنا اخر غرزة 3 غرز سقط نفس الغرزة بالظبط. هنعمل واحد وهنحط الماركر، هنعمل 2 3 كده 3 غرز. نحط الماركر في التالتة، يعني كده 1 2 3. بعد كده بقى هنمشي بقى لحد النهاية في الغرزة اللي هي البداية دي غرز سقط بس من غير أي تداخل خالص. طبعا بقى هتشوفوا البتاع القاعدة معاكم في البداية انها معوجة ومش مظبوطة، بس لما تطلعوا 5 أو 6 سطور هتظبط تماما وهتلاقوها يعني مسطحة بالظبط كده. هنعمل غرز سقط لحد الآخر من غير أي تداخل خالص. التداخل اللي احنا هنعمله في القاعدة اللي في الجنبين بس. وبالشكل ده هنبدأ مكملين لحد الآخر خالص. انا عملنا الغرز السقط كلها في القاعدة اللي هي في البداية هتشوفوها انها صعبة شوية، لان احنا اصلا مضايقين عدد السلاسل عشان تكون مقفولة بالشكل اللي انتوا شايفينه بالظبط. هنعمل بقى قبل الأخيرة غرزة سقط. بعد كده بقى هنيجي بقى اللي هي في الغرزة اللي في البداية دي بالظبط هنعمل 2 غرز سقط علشان يبقوا 3 جنب بعض. 1 2 ماشي. فاحنا هنحط اللي هي في اول واحدة اللي هي الماركة الناحية دي، يبقى كده احنا معانا 1 2 3، ومن جنب الناحية التانية نفس الكلام 1 2 3. يبقى كده دي شكل بداية القاعدة. هي مش مظبوطة شوية عشان هي بتكون بداية. بعد كده بقى لما نيجي هنيجي نطلع على شكل حلزوني، يعني مش هيكون في بداية خالص في القاعدة. يعني لما نيجي هنطلع مدور. تمام. هنشيل الماركر، هنعمل من هنا غرزتين سقط اللي هي بتبقى اسمها تزايد، يعني كل ما بنطلع سقط نعمل تزايد. هنعمل هنا 2 وهنا 2 وهنا 2، ونفس الكلام من الناحية دي 2 2 و2. البداية هنا هنعمل 1 2. تمام كده. نحط الماركر في أول واحدة علشان دي البداية بتاعت القاعدة بالظبط.
هنمشي بقى نعمل غرز سقط عادية تماما لحد الماركر هنا، مفيش اي تزايد هنعمله. هتشوفوا بقى شكل القاعدة هتثبت معانا، لازم نكون نصبر شوية لما نيجي نطلع عدد الأسطر هنلاقيها ظبط معانا، عشان في البداية بتكون بالشكل ده بالظبط. نعمل احنا كده عملنا الغرز السقط اللي هي التزايد. نيجي بقى نعمل في آخر غرزة اللي هي غرزة سقط عادي. بعد كده هنشيل الماركر وهنعمل 2 هنا و2 هنا و2 هنا، يعني عشان يبقوا 6 غرز سقط في الجناب. يعني من هنا 2 او بس هحط الماركر 2 وهنا 2 وهشيل الماركر الناحية دي، هعمل 2 برضو هنا. هحط الماركر في اخر الغرزة بتاعت البيضاوي، يبقى كده شكل اللي هو البيضاوي بالظبط. بعد كده بقى هكمل غرز سقط عادي من اول هنا لحد النهاية، وبعدين هنعمل 2 هنا و2 هنا. عملنا سطرين الناحية دي. هنشيل بقى الماركر هنعمل 2 مرتين غرزتين، تمام؟ يعني 2 هنا و2 هنا، لكن مش هنعمل تالت مرة علشان هنا اصلا في البداية بتاعت السطر الجديد اللي احنا شغالين فيه ده عاملين 2 اصلا، فاللي هي اخر غرزتين اللي هي في النهاية هنعمل فيها 4 غرز سقط بس، تمام؟ هنا 2 وهنا 2، تمام كده. يعني احنا يعتبر خلصنا القاعدة اللي هي السطر التاني بتاع القاعدة بالظبط. عملنا هنا 6 غرز سقط اللي هي التزايد، وهنا عملنا 6 غرز سقط اللي قلناها 1 2 3 4 5 و6، تمام كده. فاحنا هنشيل بقى الماركر ونبدأ بقى السطر تالت جديد. هنعمل هنا 2 نعمل هنا هنعمل هنا 2 وبعدين 1. يعني احنا هنيجي نشتغل بقى في التزايد هنعمل 2 1 2 1، يعني هنا هنعمل 2 1 وهنا 2 1 وهنا 2 1، تمام كده. يعني هنيجي بقى نكمل بقى نعمل غرز سقط في الحته دي لحد ما نوصل احنا كده عملنا اللي هو السطر الثالث اللي هي الغرز سقط عادي اللي في النص من غير اي تزايد. نيجي بقى هنا بقى هنعمل نشيل الماركر هنعمل هنا 2 وبعدين 1 1 2 اهو عملنا 2. هنعمل هنا 1، يعني احنا بنعمل 2 زاوية في التزايد وهنعمل هنا 1 اللي هو فرد يعني. بعد كده هنعمل هنا 2 وهنا 1 وهنا 2 وهنا 1، تمام كده. هنشيل الماركر وهنعدله الناحية دي، هنحط الماركر اللي هو في البداية، تمام كده. هنعمل بقى اللي هي نخلص بقى اللي هو السطر اللي هو التالت. هنعمل غرز سقط الناحية دي هنا من غير أي تزايد لحد ما نوصل للماركر هنا. بعد كده هاجي بقى أعمل وصلنا لبداية السطر بعد ما عملنا اللي هي غرز سقط عادي من غير أي تزايد اللي هي في النص. هنيجي بقى نعمل نشيل الماركر وقلنا هنعمل هنا 2 وبعدين 1 2 و1. طبعا دي بقى دي النهاية بداية السطر الثالث. يعني من هنا 2 حط بس الماركر في البداية، من هنا 2 و1 هنعمل هنا غرزتين وبعدين 1
2 1. هنيجي بقى نعمل بقى التزايد بقى في السطر الرابع. هنعمل 1 1 و2، يعني 1 1 2 هنا زوجي في البداية. يعني هنعمل هنا 1 غرزة واحدة، نحط الماركر عشان دي البداية بتاع السطر الجديد. نعمل هنا 1 وبعدين 1 وبعدين هنا 2. السطر الجديد هنعمل كده 1 1 و2. نيجي بقى نعمل غرز سقط بقى اللي هي في سطر كل ده من غير اي تزايد لحد ما نوصل للماركر هنا. وبكده خلصنا اللي هي غرز سقط كلها من غير اي تزايد. بعدين هاجي بقى في الناحية اللي هي الجديدة دي هعمل 1 1 بعدين 2. اول حاجة هعمل اللي هي غرزة 1 واحط الماركر عشان منتوش في الناحية اللي هي من جنب بالظبط، عشان نعرف البداية فين. هعمل 1 وبعدين 1 وبعدين 2 زوجي اللي هي في الغرزة دي. نفس الكلام هعمل هنا 1 1 وبعدين 2. 2 وبعدين هعمل 1 1 وبعدين 2. هشيل بس الأول الماركر وبعدين هعمل في الغرزة دي غرزتين سقط، وبعدين هحط الماركر في اللي هي الغرزة التانية عشان ابقى عارفة اللي هي الشكل ده كله الناحية اللي هي الجناب. بعد كده بقى نخلص بقى نكمل اللي هي السطر الباقي ده كله، كل الغرز دي غرز سقط عادية من غير اي تزايد لحد ما نوصل للنهاية اللي هي ناحية الماركر بالظبط. بعد كده بقى نيجي نشيل الماركر عشان نعمل نفس اللي هي الغرز اللي هي 1 1 بعدين 2. هعمل بس في الحتة اللي هي الغرزة دي 1 غرزة واحدة 1 و2 في نفس الغرزة دي، ونفس الكلام لحد ما اوصل للبداية بتاعة السلسلة الجديدة. بس هحط الماركر عشان نسيت عشان منتوش في الناحية اللي الجناب. وبكده خلصنا بقى اللي هي السطر، وهنشيل الماركر عشان نبدأ سطر جديد واللي هو السطر الخامس. هنعمل غرزة واحدة تمام، وهنحط الماركر. هنعمل غرزتين يعني من 1 بعدين 2 وبعدين 1 1 تمام. عملنا غرزة وهنعمل 2 وبعدين هعمل 1 1. ودينا خلصنا السطر ده كله بغرز سقط من غير اي تزايد. نيجي بقى الناحية اللي هي الجناب هشيل الماركر وهعمل نفس الكلام 1 2 1 1 تمام. هعمل 1 وبعدين هحط الماركر عشان برضو منسويش هحطه دلوقتي قدامكم. ادينا عملت 1 وبعدين عملت غرزتين وبعدين هعمل 1 1. نفس الكلام برضو هكرره في الباقي لحد ما اوصل الماركر التاني. 2 وبعدين 1 وبعدين 1. نفس الكلام هكرره لحد ما اوصل الماركر بالظبط. هشيل الماركر واحطها في الغرزة اللي هي اللي انا عملتها دي. وبعد كده بقى هبدأ اعمل الغرز سقط لحد الاخر لحد ما اوصل للنهاية بتاعة القاعدة
من ناحية الماركر ده بالظبط من غير اي تزايد. هعمل هنا نفس الكلام، واحد بعد اتنين، واحد واحد، واحد اتنين، واحد واحد، تمام، لحد ما اوصل للبداية عشان اعمل بقى السطر الجديد اللي هو السطر السادس. دلوقتي بقى هبدأ السطر السادس الجديد. هشيل الماركر وهعمل دلوقتي، ركزوا معايا بس في اهم حاجة في الخطوة دي، هعمل اتنين غرزتين في نفس الغرزة في البداية بتاعة السطر السادس. هعمل في البداية غرزتين وبعدين هعمل واحد اتنين تلاتة واربعة فردي زي ما انتوا شايفين كده. هعمل هنا بعد غرزتين واحد اتنين تلاتة اربعة اللي هي فردي بس، هعمل اربعة وبعدين هعمل اثنين وبعدين اربعة. دي اللي هي في القاعدة اللي هي بتاعة البيضاوي اللي هي من الجناب بتبقى تزايد في السطر السادس، هعملها كده اتنين واربعة واحد، تمام. بعد كده بقى هكمل باقي السطر اللي هو الناحية دي كلها لحد الماركر من تزايد تماما. وبعد ما نوصل الماركر بقى هنقول لكم هنعمل الحتة دي ازاي. دلوقتي هنيجي بقى بعد ما عملنا الغرز اللي هي السقط من غير اي تزايد، هشيل الماركر. نعمل القاعدة دي، هشيل ماركر وهعمل في الغرزة دي غرزتين، هعمل اربعة فردي، يعني اتنين زوجي واربعة فردي. هعمل اتنين هنا وبعدين هعمل اربعة، احط الماركر بس اهم حاجة. هعمل اربعة هنا، واحد اتنين تلاتة اربعة. بعد كده هعمل اتنين في نفس الغرزة دي وهعمل اربعة فردي، واحد اتنين تلاتة اربعة، اتنين تلاتة اربعة. بعد كده هعمل بقى اتنين زوجي عادي في نفس الغرزة وبعدين اربعة فردي لحد ما اوصل للماركر. وبعدين هخلص كل دي لحد ما اوصل النهاية، هعمل نفس الكلام نفس كلامي. هعمل اتنين هنا وبعدين واحد 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 يعني اربعة، وبعدين اتنين واحد اتنين تلاتة اربعة بس كده. هوصل بقى للنهاية وبعدين نبدأ سطر. كده خلصنا السطر السادس. هنجي بقى نبدأ بقى السطر اللي هو السابع. هنشيل الماركر، نركب بقى السطر السابع ده بقى مهم جدا علشان بيخلي شكل المنظر القاعدة بتبقى بالشكل ده مفيهاش اي عوجة خالص، تبقى مستقيمة بالظبط زي ما انتوا شايفين. هنعمل هنا خمسة فردي وبعدين اتنين زوجي، يعني هنعمل هنا واحد، هحط الماركر عشان دي البداية. هنعمل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، وهنعمل هنا اتنين زوجي. هعمل هنا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، وبعدين هنا هعمل اتنين، واحد واتنين. هي دي التدريب بتاع السطر السابع. هعمل هنا خمسة بعدين اتنين اللي هي زوجي. بعد كده بقى هعمل بقى اللي هي غرز سقط عادية تماما. هنا هي اصلا كلها حوالي 38 غرزة بس يعني من اول هنا لحد هنا 38، او على حسب بقى زي ما انتوا حابين بقى، عايزين 30 عايزين 20 زي ما انتوا حابين. هعمل هنا بقى همشي لحد اللي هي الماركر هنا، وبعد كده هنعمل الحته دي ونقول لكم هنعملها ازاي. كده احنا عملنا اللي هي الغرز السقط في السطر السابع زي ما هي عادي من غير اي تزايد. يجي بقى هنا الناحيه اللي هي البيضاوي دي تشيلي الماركر زي ما احنا قلنا، هنعمل هنا خمسة وبعدين اتنين،
يعني هنا 1 2 3 4 5. بعدين هنا هعمل غرزتين زوجي. يبقى كده بقى هنعمل هنا 1، احط الماركر، 2 3 4 5. تمام. هعمل بقى هنا 2 زوج. تمام. يبقى هنا 5 2. بعد كده هعمل هنا 5 و2، يعني 1 2 3 4 5. وبعدين 2 هنا، 1 2 3 4 5. بعد كده هعمل هنا 2 وهنا هنعمل 5 1 2 3 4 5. هعمل بقى في اخر اللي هي الحته اللي هي البيضاوي دي 2، وهعمل اللي هي غرز سقط عادي لحد اللي هي النهايه من غير اي تداعي. بعد كده هاجي هنا بقى برضو في قبل اللي هي النهايه بتاعه السطر السابع، اعمل هنا 1 2 3 4 5. بعدين 2 زوجي، بعدين 1 2 3 4 5. بعدين 2 زوجي. بعدين هنبدأ السطر الثامن نخلصها، وبعدين هنيجي ناحية البداية بتاعة السطر الجديد ونقول لكم هنعملها ازاي. الثامن هنعمله ازاي بقى؟ هنيجي نشيل الماركر. اول حاجة هنعمل 4 فردي، وبعدين 2 زوجي، وبعدين 2 علشان يبقوا 6 غرز فردي و2 زوجي، يعني 1 2 3 4. بعدين هعمل هنا 2، بعدين هنا 1 و2. نشوف 1 2 3 4. تمام كده. هحط الماركة هنا 1 2 3 4 في اللي هي البداية عشان نسيت احطه بس. بعد كده هنعمل هنا 2. تمام. هنعمل هنا غرزتين في غرزة واحدة. تمام كده. يعني احنا عملنا هنا 1 2 3 4، بعدين 2، وهعمل هنا 2 اللي هما فردي عادي. يبقى كده هي دي السطر اللي هو بتاع التزايد بيتعمل بالشكل ده. تمام. ده السطر اللي هو الثامن. هنعمل هنا بقى ان هي غرز سقط عادي لحد البداية هنا بتاعت البيضاوي الناحية دي. عشان نيجي هنا بقى احنا خلصنا الغرز سقط عادي من غير اي تزايد. نيجي بقى هنا في الحتة دي هنشيل الماركر. هعمل هنا 1 2 3 4، بعدين 2 تزايد اللي هي 2 زوجي، بعدين 1 بعدين 2. من هنا 1، احط الماركر عشان بس منتوش. هنعمل هنا 1 بعدين 2 3 4. تمام. وبعدين هنا هعمل 2 زوجي، يعني غرزتين في غرزة واحدة. بعد كده هعمل 1 2 علشان تبقى 6 فردي و2 زوجي. تمام كده. هعمل بقى 1 2 3 4، بعدين 2، بعدين 1 و2 عشان يبقوا 6 زي ما احنا قلنا، 6 فردي و2 زوجي. 1 2 3 4، بعدين 2، بعدين 1 و2. زي ما انتوا شايفين هنا كده، شايفين شكلها عامل ازاي. هنعمل هنا هقفلها بس عشان بعدين هنا 1 2 3 4
هعمل هنا 2، بعد كده 5 6. هشيل بقى الماركر واحط الماركر هنا في الحته دي. وبعد كده احنا خلصنا اللي هي البيضاوي في السطر الثامن. هعمل هنا بقى الغرز سقط عادي من غير اي تزايد لحد ما اجي اوصل لهنا، وهشيل الماركر. هعمل هنا 1 2 3 4، وبعدين هعمل هنا 2، بعدين هنا 1 2 عشان يبقوا 6. بعد كده هاجي هنا 1 2 3 4، وبعدين 2، وهعمل هنا 5 و6. تمام كده لحد ما نوصل بقى للبداية اللي هي نخلص السطر الثامن، وبعدين هنوصل للسطر التاسع. علشان القاعدة لازم تكون كبيرة شوية لأن الفتلة دي رفيعة، ولو حطينا الفريم بالشكل ده بصوا هنلاقي ان احنا محتاجين نطلع سطرين كمان. تمام، هنخلص بس السطر الثامن وعشان نبدأ السطر التاسع مع بعض. ادينا خلصنا السطر الثامن زي الفل كده وصلنا ليه. بصوا شايفين شكل القاعدة عاملة ازاي، مظبوطة ومفيش اي عوجة فيها خالص، يعني مستقيمة بالشكل ده ومفيهاش اي عوجة. نيجي بقى نبدأ بقى السطر التاسع. هنشيل الماركر. بص بقى هنيجي نعمل هنا 1 2 3، بعدين 2 هنا، وهعمل 4 5 6 7. تمام، يعني هنا 7 و2 تزايد بس. هعمل هنا 1 واحط الماركر عشان دي بداية السطر الجديد. 2 3، بعدين هعمل 2 هنا، هعمل هنا 4 5 6 7. تمام كده، يبقى احنا عملنا ايه؟ 1 2 3 و2 زوجي، بعدين 1 2 3 4 عشان يبقوا 7 و2 زوجي. هعمل بقى غرز سقط عادي من غير اي تزايد لحد ما اوصل للناحيه دي، وهقول لكم هنبداها ازاي في الحته دي كلها. بعد كده بقى خلصنا اللي هي الغرز السقط عادي في السطر التاسع. هنيجي بقى نعمل البيضاوي اللي هي في الناحيه دي من الجنب ازاي. هعمل هنا 1 2 3، بعدين 2 هنا، و4 و5 و6 و7. تمام، هعمل هنا 1 حطينا الماركر فيها، 2 3، وبعدين 2 4 5 6 7، وبعدين هنا 1 2 3 4. هنعمل هنا عملنا 3، نعمل هنا 2 1. هعمل هنا اللي هي 6 7. عملنا 1 2 3، وبعد 2 4 5 6 7. بعدين هعمل اخر تزايد 1 2 3، بعدين 2 تزايد هنا، 4 5 6 7. نشيل الماركر ونحطها في الغرزة الأخيرة بتاعت التزايد. بعد كده بقى هعمل هنا كل دي من غير أي تزايد تماما، غرز سقط عادية. وهشيل الماركر هنا. هعمل هنا 1 2 3، وبعدين 2، بعدين 4 5 6 7، بعدين هنا هبدأ 1 2 3 2 4 5 6 و7. وبكده السطر التاسع خلص. هنبدأ بقى السطر العاشر واللي هو آخر سطر
مع بعض عشان نبدأ نطلع كلاتش عادي، وبكده القعدة هتكون خلصت بقى. خلصنا السطر التاسع كله. زي ما انتوا حابين، عايزين تخلصوا السطر لحد كده براحتكم طبعا. بس انا هبدأ بقى السطر العاشر واخر سطر. هاجي بقى اشيل الماركر. هعمل بقى ايه؟ بصوا، 1 2 و2 تزايد هنا، و4 و5 و6 و7 لحد 6. تمام. هعمل هنا 8 و2 تزايد، يعني هنا 1 واحط الماركر. بعد كده هحط 2، وبعدين هعمل 2 زوجي في نفس الغرزة، يعني هنا 1 2 و3 4 5 6. تمام. يبقى كده احنا عملنا الغرز اللي هي الزيادة في التزايد، يعني في السطر العاشر عملنا 1 2، بعدين 2 تزايد، بعدين بنعمل بقى 8. احنا عملنا 6 7 8. بعدين هعمل اللي هو غرز سقط عادي من غير تزايد لحد ما اوصل الماركر هنا. بعد كده بقى هنشيل الماركر. خلصنا اللي هي الغرز سقط عادي من غير اي تزايد. نيجي بقى اللي هو اخر حاجة 1. مش هنحط الماركر تاني بقى لان يعتبر القاعدة خلصت اللي هو السطر الاخير. نعمل 1 وبعدين 2 وبعدين 2 تزايد هنا. هعمل 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. وبعدين هنا هعمل 1 2 وبعدين هعمل هنا 2 وبعدين هنا 1 اللي هي 3 4 5 6 7 8. وبعدين 1 2 وبعدين هنا تزايد 2. تمام كده. هعمل 1 2 3 4 5 6 7 8. هشيل الماركر بقى وخلاص. خلصنا الاتجاه ده مع بعض. شايفين شكلها مرسومة كويس جدا، ما فيهاش اي عوجة خالص. بعد كده بقى هخلص اللي هما الغرز السقط اللي هي العادي من غير اي تزايد لحد ما اوصل للنهاية. ودي بقى نعمل النهاية خلاص. اخر حاجة هنشيل الماركر على الجنب. هعمل 1 2 وبعدين هنا 2 زوج يعني في غرزة واحدة. 3 4 5 6 7 8. 1 2 3. من هنا اللي هي 2 زوجي. 3 4 5 6 7 8.
وهشيل بقى الماركر، وهعمل بقى غرزة منزلقة اللي هي نقفل بقى بيها القاعدة. خلاص كده خلصت زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. زي ما انتوا شايفين بالشكل ده انا 10 اسر خلصناها مع بعض. شايفين المنظر اللي هي البيضاوي مظبوطه، ما فيهاش اي مشكله خالص، القاعده مظبوطه تماما على قد الفريم اهو. بصوا لازم تكون على قد الفريم من النص هنا، لازم تكون كبيره الناحيه دي من الجنبين كده. بقى القاعده عباره عن 10 اسر، كل سطر التزايد بتاعه من الجناب بيكون مختلف عن التاني علشان تكون مظبوطه من زي كده وما تبقاش فيها اي عوجه خالص قدامنا. طبعا القاعده دي انتوا تقدروا تستخدموها في كذا شنطه، اللي هو الباترون ده تقدروا تستخدموه في اي شنطه زي الكليم، زي القطن او المكرميات او الرافيه بكل انواعها، علشان تدي شكل الشنطه مظبوطه ومتبقاش القاعده معوجه تماما. في نفس الوقت ما يكونش باين فيها البدايه بتبقى شكلها عامل ازاي. اللي هو هنا تقفلها بتعمل غرزه منزلقه وبعدين غرزه سقط والكلام ده، فتبقى بتخلي شكل القاعده مش شكل لطيف اكتر. زي ما انتوا شايفين القاعدة كده خلصت. بقت مقاسها 36 سنتي، اللي هو العرض نفسه مقاسها 36 سنتي، وطولها حوالي 11 سنتي. هي دي كده القاعدة خلاص خلصت. زي ما انتوا شايفين الشكل النهائي مظبوطة جدا من الجناب، ما فيهاش اي عوجة خالص. بصوا حتى من الجناب مترتبة بطريقة متسقة جدا، ما فيهاش اي عوجة، بالتالي هتخلي شكل القاعدة بتاعت الشنطة شكلها جميل جدا. ممكن نقدر نستخدمها في حاجات كتيرة اوي، في السجاجيد، في المفارش، في الشنط، لما بنمشي مع الخطوات دي. كده القاعدة خلصت تماما وشكلها مظبوط زي ما انتوا شايفين كده. بصوا الشكل عامل ازاي من الجنب هنا، الرسمة مظبوطة وما فيهاش اي عوجة خالص لحد ما احنا طالعين من الجنب التاني زي ما انتوا شايفين. القاعدة دي تقدروا تستخدموها في كذا شنط زي ما انتوا عاوزين زي ما احنا قلنا. بس انا هستخدمها على شكل معين. بحب استخدم الباترون ده علشان بيخلي شكل القاعدة مظبوطة ما فيهاش اي عوجة خالص. الغرز حتى الناحية دي بتبقى مظبوطة في الشكل ومريحة للعين اكتر. كده الفيديو خلص بقى القعدة بتاعتنا. اتمنى يكون فاتكم وهستنى رأيكم طبعا في الكومنتات. قدرتوا تستفادوا اكتر في القعدة دي ولا لا. وما تنسوش تفعلوا الجرس وتعملوا اشتراك للقناة عشان تشوفوا اي فيديوهات تانية تعليمية اكتر في الكروشيه. واتمنى يكون فاتكم وتكونوا مبسوطين بمشاهدة الفيديو دي وتكونوا استمتعتوا بيها. وهستنى رأيكم طبعا ويستنونا في فيديوهات الجاية كتير بقى اللي انتوا حابين بقى تشوفوا ان شاء الله. باي باي.